السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. طبعا يا جماعة احنا الجو برد جدا جدا جدا. بصوا بقى ما أقولكوش، طبعا الكلام ده كنا حوالي الساعة 11 بالليل. تمام، اتعشينا تمام وقاعدين متغطين بالبطاطين وكده وقاعدين الجو برد جدا. فطبعا قالوا يا ماما احنا عايزين حاجة مسكرة. يا جماعة هم فين دلوقتي؟ قالوا النبي يا ماما عشان خاطر نعمل لنا حاجة مسكرة. يا ولاد الجو متكتك مش قادره اقوم. قالوا بس اعملي لنا حاجه مسكره. قلت لهم تمام. حبايب قلبي ما اقدرش ان انا انيمهم جعانين، ما اقدرش. قمت شايله الغطا، قمت قايمه من تحت البطانيه قلت ايه اول ما اشوف حبايبي اعمل لهم ايه. طبعا كان عندي بسبوسه وعندي لبن رايب وعندي فانيليا، عندي سمنه سيحتها على البوتاجاز، وكان عندي شربات جاهز. تمام، طبعا الشربات بتاعنا كوبايه سكر على كوبايه ميه. تمام، كوبايتين سكر سوري عليهم كوبايه ميه. تمام تمام. بدأت ان انا جبت طبق حطيت فيه كوبايه لبن رايب، كوبايه نص كوبايه سكر. تمام، عشان الشربات بس يعني ايه نص اقل من النص شويه. كوبايه سمنه. تمام، او نص كوبايه سمنه اللي هو الكوب المعياري ده، يعني لو بالكوب الطبيعي هناخد نص كوبايه سمنه، نص كوبايه لبن رايب، نص كوبايه سكر. تمام، ونزلنا عليهم بالفانيليا. تمام، سهله لحد هنا، سهله جدا. جبنا كيس الحاج كيس البسبوسه، قلنا له تعالى انت الضيف بتاعنا النهارده. طبعا انا كان عندي شويه كيك شيف او محسن كيك او بودر، المهم ان ايا كان بقى بتحط لها. تمام، بدات ان انا اضيفها على الخليط كويس وابدا ان انا اقلبها تقليب كويس زي ما انتم شايفين. وصلنا لحد هنا تمام. تمام، هنبدا نقلبها برده ده لها خلط حلوه. كان عندي شويه جوز الهند على بشر فول، زودته لها بدي طعم حلو قوي 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 للبسبوسه. سهله كده ولا صعبه؟ طبعا كان في لسه شويه، قلت لهم اسيبكم لا تعالوا. وتقليبه كده تقليبه كده وهوب هوب هوب على طول قمنا ايه عاملين. طبعا كنت جايبه الصينيه ده عشان احط فيها، حسيتها كبيره قلت لها لا اركني انت على جنب. جبت الصينيه التانية، شوفوا من عز السقعه والله السمنه سخنه بتجمد ازاي في لحظه. طبعا عندي الفول هنا، طبعا كان عندي شويه فول سوداني فصصتهم وحطيتهم في برطمان ببدا ان انا استخدمهم. طبعا احنا عارفين ان احنا داخلين على رمضان، لازم نكون مجهزين ايه حاجتنا. تمام، بدأنا ان احنا نحطها في الصينيه زي ما انتم شايفين ونبدأ نقلبها. طبعا يا جماعه الجو ساقعه والسمنه بتجمد في البسبوسه مش عارفه ان انا امسكها. طبعا حطيت فول في الارضيه في قاع الصينيه، وبعد كده حطيت فول فين على وش البسبوسه. احنا بنحب الفول شويه ما بيقرمش كده في الفول، يا بدي طعم حلو قوي بجد. طبعا ايه رايكم؟ وبرده ما كترتش برده، احنا نص الليل هقعد افتكس بالليل لا. ايه رايكم؟ فنانه انا فنانه. ايه رايكم؟ شجعوني بقى يا جماعه، شجعوني كده بلايك وتعليق حلو منكم كده، شجعوني. ايه رايكم في الفن والابداع اللي انا بعمله ده؟ حاجه ما فيش بعد كده. مم. طبعا الجو متكتك، قوم من تحت الغطا وقوم اعملي حاجه مسكره. الحاجه المسكره يا جماعه بالليل بتدفي. تمام، طبعا انا عملت هنا زي ما انتم شايفين، بدات ان انا سخنت الفرن، حطيتها فيه. تمام، ايه رايكم بقى؟ قعدت حوالي تلت ساعه وطلعت من الفرن زي ما انتم شايفين كده، هي لسه سخنه. تمام، هبدا ان انا اضيف لها الشربات اقلبه عليها اهو. طبعا بعد ما ضفت لها الشربات كده قعدت شويه، لا يعني ايه مش عارفه برضه امسك، بس عيالي مستعجلين ويلا يا ماما يلا يا ماما. انا عايزه اوريكم بقى الشكل النهائي مش عارفه. وعلى فكره يا جماعه والله التصوير ظالمها، كانت تحفه تحفه تحفه. بصوا دايبه دوب كده دايبه. والله ساعتها قعدوا يقولوا لي تسلم ايدك. هو ده، هو انا عيالي بيحبوا البسبوسه تكون ايه يعني طريه كده. ايه رايكم في الجمال اهو؟ لونه اهو يا جماعه، انا ما بفتكس هو ده اللون بتاعها على فكره. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجه سهله وبسيطه جدا. المفروض البسبوسه دي في اي بيت مصري او في اي بيت من الدول العربيه، يعني من العشاق البسبوسه او الحلويات الشرقيه. طبعا انتم تعملها على ايديكي بالليل، وحاجه سهله وحاجه بسيطه وترضي عيالك وترضي بيت. يا ريت لو وصلنا لحد هنا تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناه من زر الاشتراك اللي تحت الفيديو، وكومنت حلو منكم لاختكم كده تشجيعا لها. واحب اقول لكم ان انا اشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ويا رب يعيننا جميعا كده على الجو البرد اللي احنا فيه ده. واشوفكم في فيديو اخر باذن الله، والى اللقاء، باي باي.